بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي وإخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل كيكة خفيفة أوي كده رقيقة، عشان هنعمل وصفة أشطوط، اللي هي بتحط عليها كريمة وبنحط عليها يا إما بقى مانجا مكسرات، يعني بتحط بقى في الطبقة الأخيرة دي أي حاجة. هنعمل الأول نحط البيض. معايا 5 حبات بيض، ممكن 4 وممكن 3، بس هو البيض كل ما بيبقى كتير في الوصفة بيبقى حلو، وبعدين عيالنا اللي ياكلوها يعني مش. بسم الله الرحمن الرحيم. فبنزود البيض شوية، ومعايا الفانيليا. بسم الله. ومعايا نص كوباية، واقلب النص شوية زيت على زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا عصير ليمون تاني كده، ومعايا الحليب دافي مدفياه عشان طالع من التلاجة، مدفياه شوية كده. حطينا المكون السائل كله. هنعمل بقى؟ لا لسه السكر. قد ما احنا حطينا زبدة وزيت هنحط سكر، يعني نص كوباية برضه. بس انا مش عايزاها مسكرة، يعني انا مش عايزاها مسكرة اوي، لان احنا هنحط عليها كريمة وهنحط مانجا، فبرضه نص كوباية سكر. وهنيجي بقى ده كله على على الخلاط. هضربه بقى وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضربه حلو قوي يا بنات كده. بنقعد نضرب يعني بتاع ما يقلش عن 3-4 دقايق، نبطل ورجع نضرب عشان يتضرب حلو. ومعايا هنا الدقيق، معايا كوبايتين دقيق بنفس الكاسه اللي انا معايره بها الحاجه، يعني الزيت والزبده والسكر، نفس الكاسه، كاستين دقيق. معلقه معلقه بتاع الطعام بيكنج باودر. هننقل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رشة الملح بتاعتنا، رشة ملح كده، وهنيجي نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. ونقلب كده. احنا عايزينها هشة ومفرولة كده، ما احناش عايزينها عجين، يعني مش بنقلب فيها كتير يعني. يا يوسف صوتك جاي في الفيديو يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجة دافية يا بنات. البيض يطلع من التلاجة قبلها بشوية، الحليب ندفيه، لو زبادي نطلعها من التلاجة قبلها بشوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرن والع من قبل ما ابدا، وانا فرن والع على الشبكة في النص على 180، ودي مش هتغيب لان هي هيبقى سمكها رقيق كده. خلاص كل المكون حطيناه كده خلاص كده ناخد ده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ده الزيت انا مش دهنه الصاج اي حاجه، لان ايه احنا نسقيها حليب، كميه حليب حلوه ان شاء الله. الوصفه كده يعني الوصفه بتاعتنا كده، وهتبقى حاجه حلوه قوي ايه للعيال النهارده ان شاء الله. كده هي بنات اهي. هي خلاص على الفرن على طول، على الشبكه في النص على 180. هوريها لكم بعد. هنا هنحط كريم الشانتيه، هنحط على حسب ما نشوف هنحتاج قد ايه. اول حاجه هحط الكريمه، معايا بتاع كوبايه ونص كده كريمه، او يجي كوبايه وربع كده يعني. وهنحط بقى ده معاه ونضرب، يا اما نحط حليب يا اما نحط ميه، بس انا كده كده هحط الكريمه وكنت هضربها لحالها، فانا هضربهم مع بعض. ممكن نحط ميه بارده، ممكن نحط حليب بارد، على حسب اللي متوفر يا جماعه عندكم. يعني انتوا بتعملوا حاجه ما توقفوش، يعني ما نوقفش نفسنا على حاجه معينه. حطيت كده 3 باروكي اهو، اشوف بقى هحط ايه تاني. وعندي قشطه برده من على وش اللبن، وعندي قشطه تانية هنحطها. هي كده كده حاله، هو دي من الحليب يعني مش قشطه مخصصه، يعني دي من الحليب اللي انا هسقي بيه الكيكه غاليه وعيناه، وهي دي من على وشه. وهنمسك بقى نضرب كده ونشوف هنحتاج حاجه تانية ولا لا. محتاجنا الباكو الرابع هنحطه، محتاجناهوش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا ضربت اهو. السوائل يا بنات على حسب ما ياخد معاكم، بنحط بالتدريج، سواء ميه او حليب او كريمه لباني هنضيفها عليه او اي حاجه، بنحطها بالتدريج لغايه ما يلف معانا كده زي ما انتم شايفينه كده. ده انا احطه بقى في التلاجة شويه على ما اشوف الكيكه بتاعتي وابردها، وبعدين اسقيها حليب، وبعدين هشوفها الاول الوقت هي في الفرن، هشوفها عامله الكيكه يا جماعه يا بنات. هشه جدا جدا وخفيفه، ودول كلهم اللي في الصاج ده كله كستان 2 دقيقة. طالعه ما شاء الله حلوه اهي. هسيبها بقى تهدى خالص، انا هسيبها تهدى وبعدين نشوف هنعمل ايه فيها بقى مع بعض. برضه اغطيها بس شويه واسيبها تهدى كده، يعني احط الحليب عليها لا تبقى سخنه قوي ولا تبقى بردت مره ان بردت خالص، يعني فيها دفيان شويه بس. كده نحش ورقه الزبده يا بنات وقلبتها، وزي ما انتم شايفين الكيكه نفسها عامله ازاي، جميله جدا جدا. وبعدين انا عاملاها السمك الرقيق دي اهي، عشان ايه تبقى هيبقى في طبقات تانية، طبقه الكريمه وبعدين هي الوصفه دي كده. الكيكه ايه بتبقى رقيقه كده، اللي هي القشطيه دي
بيجيبوها من بلبن. بلبن ده محل مصري يا بنات هنا، بيجيبوا منه يعني كل فترة كده بنروح العيال ايه نغير جو ويجيبوا اي حاجة كده ياكلوا. دي بقى هي مش سخنة، هي دافية دفين خفيف خالص، بشبه باردة يعني كده. عشان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هسقيها بقى حليب لما تشبع كده حليب. ده الحليب اللي انا غلياه وشايله القشطه من عليه. القشطه حطيتها في ايه؟ في الكريم. في الكريمه برضو اللي هتحط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتشرب حليب كتير، لازم نسقيها حليب كميه كبيره كده اما تبقى ايه غرقانه في الحليب. بلبن دي فيه ايه حاجات كتير، يعني فيه كل حاجه، ايس كريم، رز بلبن، محل مصري. كده الشباية اهي ما شاء الله، انا شايفين عملت ازاي. عايزينها بنغنغها كده في اللبنة في الحليب، لو مش شايفين كده يا بنات. هي كده بردت اهي. هجيب بقى الكريم الشانتيه بتاعنا نحط عليها وبعدين نشوف هنحط ايه تاني. الكريمه طعمها تحفه يا بنات والله. الكريمه اللي انا عملتها الكريمه الشانتيه دي مع الكريمه اللباني والشويه القشطه، ولسه هنحط لها قشطه تانيه اهو. طعمها تحفه ما شاء الله. معايا برضو علبه قشطه صغيره كده، احطها كمان برضو تزود ايه. هي اسمها قشطيه، يعني هي بتحط لها قشطه برضو. هضربه كمان ضربه بس كده. ما غسلتش المضرب، كنت حطاهم حطاهم في طبق القشطه وشايلاهم، قلت عشان ابقى ايه نطلعهم من التلاجة اضربه تاني شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بضربه بس عشان اضيع علبه القشطه فيه، وعشان احط شويه فانيليا بس صغيرين كده برضو اهو، واحط ايه رشه ملح بسيطه خالص تظبط الطعم كده اهي. بس كده.
كده يبقى انا تاني احطها في التلاجة شوية على ما اقطع ايه المانجا. كده بقى قطعت المانجا، هي دي مانجا طازة فريش، ودي مانجا كانت عندي في الفريزر. هنحط دي ودي يعني. ودي كنافة متحمصة في الفرن بسمنة بلدي كده محمصة. هنحط طبقة بسيطة جدا كده زي ما انتم شايفين كده. هي القشطية دي أهم حاجة فيها الكريمة. الكريمة بصراحة طعمها جميل جدا جدا، طعمها حلو قوي، أكن قشطة يعني، هي أكنها قشطة كده الكريمة بتاعتي. الكنافة دي طبعا ناشفة مقرمشة خالص، هي ناشفة. هي طبقة كده بس هتبدأ قرمشة بس كده زيادة شوية وخلاص. وصفة جميلة، حاجة جميل قوي قوي. بيروحوا المحل اللي هو بلبن ده بيطلبوا دايما اللي هي القشطية دي. هنحط بقى نحط بقى شوية الكريم الشانتيه ده كده. الكريمة يا بنات اكنها قشطة طعمها، يعني تقولوا ان هي قشطة خالص. القشطة اللي انا حطيتها من وش الحليب والعلبة القشطة برضو مخليها حلوة اوي بصراحة. بس يا جماعة علقولي ان كانت فيديوهاتي مش حلوة، لان مفيش مشاهدة عندي. وبرضو اللي عايزه اوصل حتى افعل القناه عشان اعمل بس او حاجه، برضو عدد الساعات قليل عندي. ال1000 مشترك موجودين، بس عدد الساعات ما هوش موجود. شجعونا كده نعمل فيديوهات عشان برضو ايه يعني، شجعونا نعمل فيديوهات عشان القناه يعني تتفعل او تكبر او كده. برضو انا تعبت قوي قوي في القناه التانية، تعبت جدا جدا يعني. انا تعبت بصراحة يعني، تعبت 4 سنين وانا شغالة، والله ما جالي منها ولا جنيه ولا ريال ولا دولار، عشان يعني ابقى صادقة معاكم، ما جالي منها اي حاجة خالص. وما نبني منها الا البهدلة. جيت اعمل طيب اتقلب عليا براضي، والحمد لله برضو كله ابتلاء من ربنا. فشجعونا كده ان احنا ايه، ربنا يسهل كده ونستمر يعني فيه. بسم الله. وتحطوا بقى عليها اللي انتوا عايزينه، ممكن ما تحطوش منجل، تحطوا مكسرات، ممكن نحط فراولة، نحط اي حاجة يعني اللي موجود عندنا برضه. بس هي اهم حاجة الوصفة جميلة جدا بصراحة اهي، حلوة قوي يعني. دي لو هتتباع تتقطع وتتباع في المحل، ولا هقول ولا 200 ريال. شوفوا هي مكلفانا ايه، بتهيألي اكتر كمان من 200 ريال. اهي يا جماعة تحفة اهي، من قبل ما احط المانجا التانية كمان. ايه رأيكم بقى؟ انا هحطها بقى في التلاجة برضو شوية، ساعة كمان كده ولا حاجة، ونيجي ايه نقطعها برضو مع بعض. هي بيجيبوها في المحل بصراحة بتبقى سايبة يعني، بتبقى سايبة كده مش خرطة. هي بتيجي في اطباق كده وبتبقى سايبة، بتاكلوها بتبقى سايبة كده، الحليب مسيبها وهي ايه
كلها سوسة في بعضها كده، حلوة قوي ما شاء الله. في الصينية بتاعتي اهي ما شاء الله، حطها بس في التلاجة شوية ونقطعها مع بعض. شوفوا يا بنات، من اول ما عملت فيها الكيكة بردتها شوية، كله ما كملش ساعة، كله بارد. على ما عملت على ما الكيكة طلعت من الفرن كانت الكريمة بردت. المانجا في منها من الفريزر وفي منها طازة، يعني اللي بناكلها في المحلات اكيد بتتعمل الكيكة على بيات على الاقل يعني. هنشوف بقى مع بعض اهي، ما لسه ما فتحتهاش، هنشوفها مع بعض. بس والله جميلة جدا اهي. هنجرب كده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى كده القشطية بتاعتنا دي بقى ولا بتاعت المحلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة يا بنات؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ اظن مفيش حلاوة بعد كده. كنت نفسي اوريها لكم من جوه، والله نفسي اوريها لكم بصراحة من جوه. وبياض الكيكة بيضة شاهقة كده ومفتحة وقشة كده، جميلة أوي ما شاء الله. طالعة تحفة والله. اهي الكيكة اهي يا جماعة، شايفين يا بنات؟ شايفين جمالها؟ شايفين الكيكة عاملة ايه والحليب عامل فيها ازاي؟ شايفين؟ دايبة دوب والله يعني. بسم الله ما شاء الله. دي مكلفتناش حاجة، بسم الله ما شاء الله. صاج ياكله اكتر من 10 افراد. كوبايتين دقيق 2 وكام حبايه مانجا وشويه الحليب والكريم الشانتاه. في سكر، انا ما حطيتش فيه سكر يا بنات لان هو محلي، ويعني الحاله بتاعها تاكل منها وتشبع، تاكلوا منها وتشبعوا. الحاله خفيف جدا جدا يعني، خفيفه يعني. السكر اللي فيها مفيش، تعتبر ما فيهاش، تعتبر بتاكلوا قشطه بكنافه بمانجا بكيكه، حاجه كده حلوه مع بعضها. والله نفسي المتابعين ياكلوا معايا منها. شايفين جمالها؟ الفانه وشفا بقى، هيعملوها كده، جربوها، جربوا الحاله دي الجميله دي كده. وادخلوا لنا يا جماعه، اللي يدخل يا جماعه يشوف القناه، اللي يدخل اول مره يشترك لنا بعد اذنه يعني، واكتبوا لنا تعليق، يعني احنا اخوات في الله، اكتبوا لنا تعليقات كده. وبحب كل اللي بيدخل لي وجزاها الله خير. ريري برضو كل ما والله العظيم يا جماعه، سواء انا فضلت في القناه او ما فضلتش، انا تعبت في القناه الاولانيه 4 سنين، واذا دي يعني دي ان ما اتفعلتش وكبرت قريب يعني انا مش هقعد 4 سنين تاني، هو العمر في كام سنه. فهو ساعدونا ان هي تكبر بس شويه، الواحد يشتغل بنفس كده ويبقى مزاجه حلو، يعني ما يعمل حاجه يبقى له نفس كده يعملها. وبشكر ريما، الاستاذه ريما، ربنا يصلح حالها ويرزقها بالذريه الصالحه، وام عبد الله والجماعه السعوديين حبايبي اللي انا بحبهم وهم بيحبوني في الله دول، جزاهم الله خير كبير قوي قوي قوي. وقفوا جنبي برضه، واقفين جنبي اما حصل لي الازمه اللي حصلت لي دي، وقفوا جنبي، جزاهم الله خير كتير وخير من عند ربنا يا رب. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.